شباكية من صنع يديا. دخلوا اسمعوا القصة ديالي. مرحبا بكم. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم واحد القصة زوينة اللي غادي تعجب بزاف، بالخصوص السيدات اللي تيكونوا في المنزل وتيبغيو يديروا شي مشروع بدون رأس المال وكيتخوفوا ولكن ما كيعرفوش منين يبداو. وننصحكم اختي نصيحة، نيت تبغي ديري شي مشروع كيف ما بغى يكون نوعه، شاوري راسك وموالين الدار اللي ساكنين معاك، يعني زوجك وليداتك اللي عندك صغار ولا كبار. حاولي تهضروا يعني في الأسرة اللي نتوما محتاجين بدوك المساعدة. ما عمركم ما تلتاجئوا الناس اللي تيكونوا بحال صديقة بحال العائله. راه واحد غيقولك ديري هادي حمراء والاخر يديرلك خضراء وهادي بيضه وهادي كحله، يعني كيرونوا لك الراس ديالك وكتيأسي وما كتقدريش تكملي وما كتقدريش تزيدي لقدام. هاد القصه هادي اليوم غادي تاخديها يا اختي، ويا ريت يا ريت الانسان من يكون باقي شويه بالصحه ديالو باقي صغير يفكر بحال هاد الحوايج. حنا كنتجاهلوهم بعض الخطرات وتنبقاو نهزو لهم الناس، لا وقيلا غيقولوا علينا. لا لا، الا كنتي اختي محتاجه وما لقيتيش الخدمه اللي غتناسب ليك العائله ديالك والتوقيت ديالك مع وليداتك في دارك، يعني تقدري ديري بزاف د الحوايج. وما شاء الله المراه مكافحه وصباره، وهذا الشيء هاد القصه هادي عجبتني بزاف عاد وبغيت نوصلها لكم، وان شاء الله غادي تسمعوها وغادي تعطيوني الراي ديالكم. اليوم غادي نهضروا على هاد السيده اللي كانت كما تنقولوا عندها الخدامه في الدار، حتى ولات هي مسكينه بلا خدامه ولكن مكافحه. نبداو ونتوكلوا على الله. هاد السيده هادي قالت لي يا اختي ما كان خاصني حتى شي خير، كل شي موفروا ليا الراجل ديالي، ماكله شراب حوايج اللي حليت عليها في امي موجوده. عندي وليد وبنيه. واحد النهار كنتفاجئ بالخبر اللي غيجيب لي الزوج ديالي، قال لي يا اختي راه الشركه اللي خدام فيها سدوها، غيعطيوني حقي ولكني راكم عارفين يعني داك الفلوس اللي غادي يعطيوها ما غاديش يكفيوك، خاصك ضروري تفكري اشنو غديري. وراجل حتى هو مسكين ما خلى ما قصر، يعني كيحاول باش يخدم ولكن باش غيخدم بحال هذيك الشركه ويكون كيجيب الشهريه زوينه صعيب الحال. المهم هاد البنت هادي كتسنى تقول ربما تخرج الراجل للخدمه الى اخره، ولكن في نفس الوقت بدات كتفكر تقول ولا ما لقاش الخدمه ولا ما بقيناش قادين. المهم دازت واحد 3 سنين، هنا بدات كتزير بالمعقول، بدات كتفكر كتقول علاش ملي كنا بكري كنا نغسلوا الماعني بيدينا ونصبنوا بيدينا ونعجنوا بيدينا. يعني بدات كتبيع من هذيك العجانه اللي كانت تعجن بها، هذاك لي غوبو اللي دابا ولاو مودرن، بدات كتبيعها. باعت الغساله ديال الماعن، باعت الغساله ديال الحوايج، بدات كدير كل شيء بيديها وصابره. كتقول معليش نبيع هادي ونوفر هادي، نبيع هادي ونوفر هادي. واحد هاد 3 سنين هنا الراجل ديالها ما خدمش شي خدمه مرسمه، يعني غير من هادي لهادي، كيقري شي وحدين، يعني كيدير شي حوايج اللي ما كيجيبش الشهريه صحيحه. هنا بقى واحد 3 شهور غادي يبدا رمضان، وهنا قالت لي ما بقاش عندي، قالت لي لا موبيل لا ويفي لا حتى شي حاجه، عندنا التلفازه فقط. وقالت لي كيديروا داك الاشهار بان قرب رمضان والى اخره. قالت لي انا كنسمع هذيك العام الثالث، قالت لي ما عرفتش. فهذاك العام الثالث قالت لي بحال شعلت لي شي بوله، تفتحوا لي، قالت لي العقل ديالي تفتح، وليت كنقول عباد الله اش كندير.
فكرات في واحد الكتاب كانت بكري كانت تقيد فيه كاع الوصفات اللي كانت كدير الام ديالها جداتها في الحلويات، وبالخصوص هما قالت لي بكري كانوا تيديروا واحد الشباكيه قالت لي رخيصه، يعني ما فيها لا مقادير بزاف لا والو، وكانت قالت لي بنينه، وكانت الام ديالنا قالت لي كتصاوب كلشي بيديها، من العسل من سميتو الشباكيه، قالت لي كانوا بكري كيشدوا الشباكيه كيخليوها مسوسه، كاين اللي كيبغيها غير في الفران، قالت لي كانت كدير جميع الوصفات من الشباكيه. بحال دابا الواحد ملي تيكون مريض قالت لي امي ما كانتش كتدخلها مثلا، ما ديرهاش ما تقليهاش في الزيت، كديرها في الفران، قالت لي كانت كتوفر. قالت لي مشيت لداك الكتاب وجبته، ومن تما قالت لي وليت كنوفر. ما جات تكمل هذيك 3 شهور رمضان قالت لي وفرت الدقيق الاقامه وكلشي، قالت لي ولكن قبل ما ناخذ هذا القرار يعني هضرت مع الزوج ديالي ووليداتي وهضرنا في هذا المشكل اللي عندنا اسره باش ولادي ما يتفاجئوش في هاد يعني هاد القرار اللي غندير، غنولي نبيع غنقدر. قالت لي بحال هكا، قالت لهم الصراحه، قالت لهم غادي نولي نهز انا داك السطال ولا البانيون ونبدا نبيع في الشباكيه، يعني داكشي كان على اقتناع في العائله، يعني ما بين الولاد والزوج ديالها، باش غادي تخدم هي هاد الخدمه، بغات تبدا تبيع فقط الشباكيه اللي كانت الاسره ديالها كيمتازوا فيها. بدات كدير هاد الشباكيه وبدات كتفرق وكتذوق اللي قراب ليها، وكتقول لهم اللي بغى شي شباكيه يقولها ليا. هنا غتلتجئ لواحد الصديقه كانت ما شاء الله عليها، كانت تدير داكشي ديال الخدمه ديال الخياطه والطارز الى اخره. كتعرفوا الناس ديال هاد الخدمه هادي تيكون عندهم علاقه مع النقافات مع التريتور الى اخره. هي قالت لي انا حاولت نشرح ليها الموقف ديالي وبغيت تعرفني على واحد التريتور، غير تقول ليه بان انا بغيت غير نذوقو يذوق الشباكيه ديالي، ما بغيت نطلب، ما بغيت نسعى شي حد على ريال ولا جوج، انا بغيت نخدم بعرق كتافي. قالت لها ما كاين حتى شي مشكل. هضرت مع السيد وقدماتو ليها، قالت لها انت راه غادي نهار فلان فلاني، صافي مسكينه هي مشات وجدات هذوك البواطات البيضين وعمراتهم بالشباكيه ومشات عند داك التريتور وقالت لي اخويا غادي تذوق وتعطيني الراي ديالك، وحكات ليه الموقف والظروف اللي هي عايشاها. قالت لي اش كاين واش كاين، راه كاينه الثقه يعني داكشي كلشي اللي في حياتها داز عاودته لهداك السيد. هو قال لها ما شاء الله، قال لها اسمع كاين ما عندي ما نقول في هاد الشباكيه رائعه. قال لها شوفي غير كوني هانيه، اول ما يطلبوا مني شي حاجه اللي كيف ما بغات تكون نوعها، حيت ما تيكونوش بعض خد قال لها غير العراسات، راه يقدروا الناس يطلبوا باغي الحلوى الى اخره. قالت لي يا حبيبه ديالي تماك تفتحوا لي باب، ماشي غير باب، قالت لي بيبان الخير. قالت لي الناس بداو كيتكبوا عليا، وهداك السيد عمرني ما ننسى الخير ديالو، لانه هو منين بديت الطريق ديالي شقيتها، ومن تماك حتى ولا عندي دابا ما شاء الله المحل ديالي، وبديت من كنبيع في الزنقه الشباكيه حتى ولا عندي اكبر واجمل محل خاص بالشباكيه. ووليداتي فرحوا على هاد القرار اللي خديت، والزوج ديالي ولا مساند ديالي، ولينا كنخدموا بجوج. وتنقول لكم عمركم ما تيأسوا، دائما زيدوا القدام باش ما بديتوا، غير هي تكون الفكره زوينه وقاصده، يعني الهدف ديالك اشنو بغيتي ديري. كن راضيا وكأنك تملك كل شيء، فما يكتبه الله لنا أجمل مما نريد ونرغب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.